بلاش يا جماعة نمشي نصدر أحكام على بعض، بلاش يوصل بينا الحال إن احنا ندخل بعض جنة ونار، لأن دي بشوفها كتير قوي. انت مش هتولدي على جنة، انت هتترمي في جهنم بسبب تصرفاتك، انت ربنا هيعذبك. ونسينا إن في حديث للنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك من قال لأخيه لن يغفر لك، ايه اللي بيحصل له؟ لا يغفر له هو. يعني اللي يقول لأخوه أو لحد ربنا مش هيغفر لك، ربنا مش هيسامحك، في الحقيقة ربنا مش هيسامحك انت. من قال لأخيه لن يغفر لك لا يغفر له. احنا بقينا انتي مش محترمة، انتي زانية، انتي نسيتي نفسك، ده انتي هتترمي في جهنم، ده انتي مش عارف ايه. بقينا بنرمي بعض بتهمة كبيرة قوي زي الزنا والعياذ بالله. وخلي بالكوا سيدنا علي بن ابي طالب كان قاضي، فلما راح له سيدنا عمر في يوم وقال له ان فلان يزني، عمل ايه سيدنا علي؟ صدق سيدنا عمر وقال خلاص فلان بيزني؟ لا، امال قال له ايه؟ قال له هات شهود والا اقمت عليك الحد يا عمر. فين الشهود؟ هات شهود والا اقمت عليك الحد. مع ان ده سيدنا عمر مش هيكذب، يعني كان ممكن سيدنا علي يصدقه خلاص، بس هو قاضي، فقال له ايه؟ قال له شهود، هات شهود والا اقمت عليك الحد. احنا بقى لما بنرمي بعض بتهم، انت قلت الادب، انت اصلا زانيه، وشتايم معناها ان مش عارف انت زانيه ومش عارف ايه، هل ده عليه شهود؟ معاك شهود تقول كده؟ بنشوف ممثله مثلا الاقي في التعليقات الناس داخله تقول لها ده انت زانيه، ده انت قلت الادب، عندك شهود انها زنت؟ بلاش نمشي نعمل حاجه بيسميها العلماء افتراضات وهميه. آه، افتراضات وهمية يعني ايه؟ يعني شوف مثلا افتراضات ملهاش دليل. شوف مثلا واحد ماشي بعربية شيك، فلاقي نفسي بقول ايه؟ ده تلاقيه حرامي. حرامي عشان يجيب عربية بالسعر ده. مين اللي قالك انه حرامي؟ واحدة مش محجبة، ده تلاقيها قلة الادب وبنت شمال. مين اللي قالك؟ هو انت دخلت جواها؟ بلاش يا جماعة نحكم على بواطن الناس ونواياهم.